مرحبا أصحابي، يا رب تكونون بخير من أي مكان تتابعوني. فيديو اليوم هو أفخاذ الدجاج بالبرتقال والعسل. طبعا هالأكلة هي كلش سريعة وبنفس الوقت ما راح تطلع لنا مواعين كثير. راح نستخدم صحن واحد هو للتتبيلة وهو للشوي، وهمن هو حيكون صحن التقديم. المكونات والمقادير راح أذكرها أثناء الفيديو. استخدمت صوص الصويا مقدار فنجان من فناجين القهوة، وما أضيف نهائياً الملح، وأيضاً من الزيت النباتي أو زيت الزيتون إذا تحبون همين مقدار فنجان قهوة. استخدمت الباربيكيو صوص، إذا ما متوفر عندكم ضيفوا بابريكا مدخنة، قدر معلقة أكل. نصف فنجان من فناجين القهوة خل أبيض، وراح أخذ من برش البرتقال قدر معلقة طعام. راح أبرش اللون البرتقالي فقط الطبقة الخارجية، أما الطبقة اللي لونها أبيض ما أوصل عليها لأنها راح تعطي مرار بالأكل. نفس البرتقالة اللي أخذت منها البرش راح أعصرها، أخذ عصير برتقالة كاملة، أعصروها بأي أداة أنتم متوفرة عندكم. ومن العسل أنا ضفت قدر معلقة طعام واحدة، وتقدرون تضيفون معلقتين. ضفت القليل من صلصة الفلفل الحار بالعسل، إذا ما متوفرة عندكم ضيفوا أنتم فلفل حار فقط. ضفت ثوم باودر ملعقة كوب، وزنجبيل باودر أيضا ملعقة كوب. وضفت من البهارات الأربعة اللي هي عبارة عن الفلفل الأبيض والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر. إذا ما متوفر عندكم تقدرون تضيفون السبع بهارات أو فلفل أسود فقط. والأوريغانو المجفف ضفت ملعقة كوب، إذا ما متوفرة عندكم الغوها. هذه المرحلة هي اختيارية. ضفت ملعقة طعام من النشا بس على مود الصوص يصير شوية بينه كثافة. لما يغلي مع الدجاج يعطي ثخن شوية وقوام أثقل من الطبيعي. أما أفخاذ الدجاج فأنا غاسلتهم ومنظفتهم ونقعتهم بالليمون تقريباً 10 دقائق. بعدين خليتوهم بالصلصة اللي سويناها، هذا الصوص اللي كانت مقاديره أمامكم، وراح أتركهم بهذه الطريقة، بس مجرد أني أثقبهم أو أعمل فيهم شقوق. وبفرشة الدهن أو بالمعلقة راح آخذ من الصلصة أو الصوص وأخليه على الدجاج، أو أحاول أقلب الأفخاذ كل دقيقتين، يعني حتى يتشرب الصوص من الجهتين. وراح أتركهم نصف ساعة فقط حتى يتخمرون. ما دام الجو بارد وإحنا بالشتاء ما يحتاج تدخلوها الثلاجة، تكفي هذه النصف ساعة برا. أما إذا كان الجو صيف وحار دخلوها الثلاجة لمدة نصف ساعة. وبين ما يتخمرون بهذه النصف ساعة أنا أشغل الفرن على درجة حرارة 200 سيليزي. ياخذون تقريباً بالفرن ساعة كاملة. إذا كانت أفخاذ الدجاج عندكم الحجم الصغير أو العرموطي 45 دقيقة كلش كافي. وهذا شكل الأفخاذ بعد ما طلعوا من الفرن. طبعاً إذا تحبون تحمرون الوجه بالزبدة تقدرون تذوبون شوية من الزبدة وتخلوها على الوجه، أو إذا تحبون مثل ما أنا عملته من نفس الصلصة راح أخلي على الوجه وراح أدخلهم شغلة يعني 3 دقائق إلى 5 دقائق بس مجرد أن الوجه يحمر. هسه الأفخاذ صارت جاهزة للأكل. طبعاً أنا سويت وياها شوية تمن بالبهارات. إذا أنتم تحبون تعملون وياها البرغل أو معكرونيا سادة أو سباكيتي، يعني حسب رغبة أطفالكم بالبيت وعائلتكم. طبعاً الفخذ كان كلش ذايب وكلش طري، أما الطعم فكثير طيب وكثير غريب. وحابة أني أأكد عليكم ما ضفت ولا شوية من الملح، صوص الصويا كان كلش كافي. فيديو اليوم انتهى. أتمنى تكونون حبيتم أفخاذ الدجاج بالعسل والبرتقال. أشوفكم بالفيديوهات الجاية ومع السلامة.